ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتونا قوي قوي. النهارده معاكم في قناتي ده حياتي وده شغلي. هنعمل معاكم الفطير المشلتت زي ما انتم شايفين الجمال ده كله. معاه بقى عسل ابيض وعسل اسود وجبنه قديمه وجبنه بيضه، تحفه، فطير مورق وجميل جدا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبتدي معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا 2 كيلو من الدقيق. واحنا بنشتري الدقيق نقول عايزين دقيق فطير. تمام. بسيطة خالص. هننزل عليه بمعلقة صغيرة من الملح، وهننزل عليه بمعلقتين سكر كبار. دي المقادير بتاعتنا الأولانية. تمام. بعد كده هننزل أول حاجة بكوبايتين من المية. احنا هنستخدم كام كوباية مية؟ هنستخدم 6 كوبايات من المية، بس احنا هناخدهم بالتدريج. تمام. نزلنا بكوبايتين وهنشغل العجان بتاعنا. عايزة تعجني على ايديك اعجني. العجين على ايديك هياخد لمدة 10 دقايق لربع ساعة. في العجان هياخد بالظبط 7 دقايق. احنا خلاص كده استخدمنا المية كلها، استخدمنا 6 كوبايات. شايفين انا بحط صباعي بيطلع من غير عجين، ما بيلزقش. بصوا اهو، شايفين صباعي ازاي؟ زي ما بيورولكوا كده في الكاميرا، ما بيلزقش خالص. هنسيب العجينة بتاعتنا ترتاح. كل ما نريح العجينة كل ما العجينة تورق اكتر. تمام. هنجيب معانا نص كيلو من السمنة البلدي. ال2 كيلو دي بياخدوا نص كيلو. هننزل عليهم ب150 جرام من الزيت. تمام. العجينة بتاعتنا بعد ما عدى عليها بالظبط نص ساعة مرتاحة بالشكل ده، هنجيبها بقى على الرخامة بتاعتنا وهنفرد معاكم. هنرش رشة دقيق الأول. وهنجيب العجينة بتاعتنا ونفردها كويس. معلش بس لو التليفون بيتهز شوية، بصور وبشتغل في نفس الوقت، بس اديت رودينا تصور معايا. هنفرد بقى بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. هنفضل نفرد فيها لحد ما ناخد سمك 2 سنتي بالظبط. السمك بتاع العجينة يبقى 2 سنتي، مش هينفع نرفع اكتر من كده. تمام. زي ما انتم شايفين كده. بصوا فردنا بالشكل دوت كده. هنجيب بقى الخليط السمنة على الزيت. ده زيت ذرة. هناخد منه جزء بس نحط فوق العجينة اللي احنا فردناها زي ما احنا شايفين كده. بصوا بنوزعه في كل حتة. هي بصوا في غلطة بسيطة شوية، يا ريت تحطوا السمنة على الزيت في الفريزر شوية، عشان بصوا هتلاقي ساحت مني شوية كده وطلعت. لا، لو ماسكة نفسها تبقى كريمي شوية، تبقى حلوة قوي، هتعمل معانا شغل حلو قوي. بس هي ما باظتش يعني، الدنيا تمام يعني الدنيا تمام واتعملت حلوة قوي. والطعم كان بصوا زي ما انا لفيتها. بصوا طلعت ازاي. اول ما اقطع معاكم العجين كده هتلاقوا السمنة بتطلع. لا، الافضل ان انت تشيلها في الفريزر. بصوا ادينا اهو رصيناها في الصينيه. هنسيبها كمان ترتاح نص ساعه. احنا بقى ريحناها في التلاجة. دخلناها التلاجة مده النص ساعه دي عشان تمسك ايه، السمنه والزيت يمسكوا نفسهم في الفطيره شويه. هنفرد بالشكل ده كده. هنفضل نفرد فيها لحد ما تبقى رفناعه خالص. انا بحب استخدم النشابتين يعني الكبيره، وفي الوقت اللي العجين وهي كبيره، وبعد كده اما ترفع اروح فارده بقى اكتر بالصغيره. شايفين؟ هفضل افرد فيها لحد بصوا بطلع منها كل الدنيا دي، وافضل افرد فيها واكبر اكتر. هنجيب بقى بصوا هنطبق جزء على جزء. شايفين؟ زي ما انتم شايفين كده، جزء على جزء. هنطبق 4 اجزاء على بعض بالشكل ده كده. شايفين اهو انا وريتها لكم عشان بس كنت ماسكه الموبايل برضو وبصور في نفس الوقت. بصوا اهي فردناها كده اهو بالشكل ده اهو. دي كده اتطبقت اهي. هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا، هنمسحها مسحه من السمنه، وهنحط فيها الفطيرة اللي احنا فردناها، وهنسيبها برضو ترتاح لمدة نص ساعة. هنفرد واحدة كمان بالشكل ده كده. شايفين؟ هنطبق جزء على جزء
والجزء التالت الجزء الرابع، بنعملها زي الظرف بالظبط. بصوا شايفين كده اهو. رودينا بقى هي ايه كانت بتساعدني وبتصور معايا، تسلم ايديها بصراحة. اهو شايفين. هندهن برضو الصينية دهنة من السمنة، هنحطها. هنعمل الكمية كلها بنفس الشكل. الكمية دي طلعت معانا 6 فطاير، ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. 6 فطاير بألف هنا وشفا على الناس اللي كلت. شايفين بعد ما ارتاحت نص ساعة هنجيبها بقى بالشكل ده كده ونفردها في الصينية اهو بالشكل ده كده. شايفين ما شاء الله، زي ما قلت لكم 6 فطاير، ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. هنجيب بقى ايه يعني السمنة اللي اتبقت معانا هندهن من على وش الفطيرة. هنعمل ال6 فطاير بنفس الشكل. بصوا شايفين كده اهو زي ما انتم شايفين. بصراحة الولاد اتبسطوا جدا جدا وعجبتهم قوي قوي قوي. هنشغل بقى الفرن على درجة حرارة 200. هنشغل الرف التحتاني. احنا دخلنا فطرتين فطرتين. بصوا شايفين، بصوا شكلها عامل ازاي، بصوا فوق وتحت تحفة. شايفين وطرية ازاي، والله كانت طرية ومقرمشة في نفس الوقت. احنا هنقصها اهو، هنقطع بقى عشان نوريكم. بصوا بصوا مورقة ازاي، شايفين مورقة وتحفة. هندوق بقى. مش عايزه اقول لكم والله الطعم كان عامل ازاي، الطعم كان خرافه ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. يعني احنا بنتمنى منكم ان انتوا تعملوا كل حاجاتكم في البيت وحاجه نظيفه وضامنينها لاولادنا. انا واحده من الناس بحب اعمل معظم حاجاتي في البيت عشان ولادي، ربنا يحفظهم يا رب. شايفين الفطير مفيش احلى منه في البيت. هوريك ازاي تعملي الفطير، سهل جدا. ما تنسيش اللايك والشير وتفعلي الجرس في قناتي. بحبكم.